متابعينا الكرام، صعفان مديرية ذات حضارة وتاريخ عميق، تمتلك ثروة من المعالم التاريخية القديمة. اليوم سوف نأخذكم إلى تحفة معمارية وتاريخية تقع في قلب مديرية صعفان. يعكس موقعها الاستراتيجي والإبداع الفني عظمة الهندسة المعمارية وأهميته التاريخية في المنطقة. إنها حصون آل قاسم، وهذه الحصون التاريخية تقع على قمة جبل المنصبة بقرية دروب في عزلة بني عراف، مديرية صعفان بمحافظة صنعاء. تتميز بموقعها الاستراتيجي وارتفاعها الشاهق الذي يصل إلى 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث تطل على مناطق واسعة وتشرف على قرى ووديان. وهي تتكون من 6 حصون أثرية بتصاميم فريدة، الذي يجمع بين الجمال المعماري والقوة الدفاعية، وتتميز بتفاصيل معمارية دقيقة تعكس مهارات الصانع الصعفاني القديم. وتعد هذه الحصون جزءا من التراث الثقافي لمديرية صعفان وسكانها الذين عرفوا بتقاليدهم العريقة في بناء القلاع والحصون. ويتميز المعمار الصعفاني القديم بدمج الفنون المعمارية الإسلامية مع العوامل البيئية الجغرافية، وهو ما يعكس قدرة السكان المحليين على التكيف مع التضاريس القاسية. يعود تاريخ بناء هذه الحصون إلى ما قبل 300 سنة، إلا أن أحد هذه الحصون تعرض إلى انهيار ل6 طوابق في واجهتين من هذا الحصن، إن الواجهة الجنوبية والشرقية، نتيجة الأمطار والعوامل الطبيعية. أدى هذا الانهيار إلى أضرار أخرى في مكونات هذه الحصون. فهذا هو الجامع، وهذا المعلم التاريخي الأثري بحاجة ماسة وملحة وعاجلة إلى جهود محلية ورسمية تساهم في إعادة ما سقط منه وترميم الأضرار الأخرى، والحفاظ على هذا المعلم التاريخي المهم الذي يشكل جزءا من هوية المنطقة، ويستمر في إلهام المهتمين بالتاريخ والجغرافيا، فضلا عن كونه جزء من الإرث الثقافي اليماني الذي يستحق الاهتمام والعناية. فهذا المعلم التاريخي يشهد على عراقة الحضارة اليمنية وبراعة أهلها في فنون البناء وإعادة بناء ما سقط، والاهتمام بهذا المعلم المعماري القديم يمكن أن يستعيد مكانته كواجهة سياحية تعكس ثراء حضارته وتاريخه العريق. نستمع إلى آراء الأخوة الزوار الذي أتوا إلى هذا المعلم من مختلف المناطق من المديرية والمحافظة. من هنا من قرية المنصبة، حجرة بني عراف، مديرية صعفان، على أطلال الحصن الشرقي أو بيت الشرقية في قرية المنصبة الذي حصل فيها الانهيار يوم الأحد الماضي بتاريخ 17/8. واليوم وقد تشرفنا بحضور زوار من محافظة صنعاء ومن إدارة مديرية صعفان، على رأسهم مدير المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية، وأيضا توافد شخصيات مختلفة من جميع القرى المجاورة للاطلاع على ما حصل من دمار في الحصن جراء ظروف طبيعية بسبب الأمطار التي أحدثت انهيار الحصن مكون 6 طابق، والذي يمتد عمره إلى حوالي 300 عام، ويعتبر من الحصون التاريخية. وهذه البوابة التي نتحدث من أمامها هي البوابة الرئيسية والمدخل الرئيسي للحصون ال6 التي تحيط بهذا الحصن. وما نأمله من خلال هذه الزيارة هو اللفتة الكريمة والاهتمام بالتراث المعماري والتاريخ الحضاري بمثل هذه الحصون وهذه القلاع التي تعد شاهدا على الماضي العريق وما كان
الآباء والأجداد من قدرة واستراتيجية في البناء. هذا إن شاء الله نلمس من خلال هذه الزيارة تعاون وتجاوب ودعم لهذا الموروث، ونتمنى التوفيق للجميع، والشكر موصول لكل الزوار الذين حضروا إلى هذا المكان للانطلاع وهذه اللفتة الكريمة، مشكورين عليها. وإن شاء الله من خلالهم نأمل أن ينقلوا الرؤية بشكل واضح إلى الجهات المعنية